الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. معاكم المهندس أحمد مصطفى، الشرق الأوسط والاستثمار والتطوير الزراعي. النهارده تثبيت التاريخ 5/11/2024. بني كام؟ تنزاني الأصلي 002 المعتمد في وزارة الزراعة المصرية. بني كام الشرق الأوسط و002. بنشتغل بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده لغايه الان. مواصفات الشتله، ساق الناعم، الورقه، حجم الشتله بسم الله ما شاء الله. نقدر نشتغل كده في نفس الوقت، نقدر نشتغل كمان ايه طريقه الايه الملح. نقدر النبات اهو هديهولك زي ما هو كده كمان عشان تبقى رايح بمواصفاته. ده عمر سنتين. تبدا تاخده مني كده، تبدا ايه بسم الله الرحمن الرحيم تملش وتطلع ايه النبات بسم الله ما شاء الله. ده يخلف حواليه ويعمل كوديا اكبر من دي. تقدر بسم الله ما شاء الله تزرع فدان يفرد لك اكتر من 10 فدان. ربنا يبارك ويريح له الحاجه دي. اللهم امين يا رب. لازم بس هدفنا يبقى الرئيسي توفير الاعلاف باقل كوست واقل تكلفه. ده نبات بيقعد معاك في الارض اكتر من 10 سنين، تقدر تعتمد عليه في الاعلاف لغايه اكتر من 80%. مستديم في الارض، تجفف، اكل اخضر، بيطلع شواشي اللي هو فصيله من قصب السكر الاحمر والذره العويده. ولو جينا كده قربنا ناحيه اي نبات هنا في الارض يبدأ يغير الخواص بتاعته، ويبدأ يعمل سلميات بتطلع من قلب السلميات الشواشي اللي هي بتاعت الذرة العوية. ده يبقى الشتوي وده بيبقى الصيفي، مستديم طول السنة. بسم الله ما شاء الله. أعلى معدل تحويل في الألبان واللحوم بسم الله ما شاء الله، بكل التحاليل والمقاييس بتاعته. مضاد للأكسدة، 19 نوع أحماض أمينية، بروتين عدى 18%، طاقة عدت ال 4500، ما يعملش انتفاخات، يتجفف، تاكل اخضر، الجاف، ياكل منه بقوليات 80%. تحياتي ليكم مع تحياتي المهندس احمد مصطفى، شرق الاوسط والاستثمار والتطوير الزراعي. السلام عليكم.